أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: جاري يصلي جميع الفروض في وقتها وهو حريص عليها، ولكنه لا يصلي الفجر مع جماعة المسلمين في المسجد، فسألته فقال لي: أنا أصلي الفجر بعد طلوع الشمس لأني كثير السهر، فالفروض المتبقية تكفي أني أحضر في وقتها، وأما الفجر فلا أقدر عليه. نريد نصيحة لجاري فضيلة الشيخ عن صلاة الفجر بعد طلوع الشمس، أثابكم الله. لا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله السلامة والعافية. جارك هذا على خطر عظيم إن لم يتداركه الله برحمته، فإن الصلاة إذا ضيعت عن وقتها صعدت إلى السماء فغلقت دونها أبواب السماوات، ثم ذهبت يمينا وشمالا، ثم لفت كما يلف الثوب الخلق، وضرب بها وجه صاحبها وقالت: ضيعك الله كما ضيعتني. يا هذا انصح جارك وذكره بالله سبحانه وتعالى، فإن سهرت عينه حتى تضيع حق الله فلتبكين عينه بكاء طويلا في يوم يطول فيه وقوفه، فليتق الله في حق الله. هذه صلاة مفروضة أوجبها الله عز وجل عليه، هي ب10 صلوات، لا يجوز له أن يسهر، ولا يجوز لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر إذا غلب على ظنه أن السهر يضيع عليه حق الله أن يتعاطى السهر، ولذلك ينبغي عليه أن يأخذ بالأسباب لإيقاظه، فيأمر زوجته أو يأمر أولاده أو يأمر جاره أو يأمر صديقه أن يتصل به أو يوقظه لصلاة الفجر، فصلاة الفجر أمرها عظيم، ولذلك التقاعس فيها والتكاسب حتى يخرج وقتها بهذا الشكل مذهب بعض العلماء رحمه الله أنه كفر. من أخر الصلاة متعمدا حتى خرجت عن وقتها يرون كفره، والجمهور على أنه لا يكفر، لكن هذا يدل على أن التساهل بالصلاة أمره عظيم. ولذلك قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، سماهم مصلين، فقال: فويل، وويل قيل واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من حره. فهل يستطيع أن يبتلى أن يصبر على عذاب الله عز وجل؟ وقيل ويل كلمة وعيد، أي فلينتظر من الله وعيدا شديدا في الدنيا والآخرة. وما من عبد يقوم بهذه الفريضة فيصبح فيصلي فريضة الله في الفجر إلا أصبح طيب النفس نشيطا، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. فعليك أن تنصح جارك، وأن تذكره بالله سبحانه وتعالى، وأن تذكره بنعم الله عليه، وقل له: يا هذا احمد الله على العافية، واحمد الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل جعلك آمنا في سربك، معافا في بدنك، قادرا على حق الله عز وجل، فقم بفريضة الله وأدها على وجهها. والسهر مضيعة للأوقات، مذهبة للعمر، ولربما كان بلاء وشقاء للعبد إذا استرسل في محارم الله وحدود الله. أعظم ما بليت به الأمة من الشقاء والبلاء، ومن أكثر الأبواب التي فتحت على الناس شقاء وبلاء في الأزمنة والعصور والقرون المتأخرة هو السهر. ولو أن الناس تأملوا هذا السهر إلا فيما يرضي الله عز وجل لوجدوا أن أكثر المشاكل والمصائب والمتاعب والقلق النفسي والدمار النفسي، دمار الأسر ودمار البيوت، كله جاء من السهر، وتساهل الوالدين في السهر، وتربية الأولاد على السهر في غير ما يرضي الله عز وجل. أكثر مشاكل الأمة اليوم وأكثر ما تعانيه الأمة بسبب السهر، حتى في الحفلات والزواجات. ولو أن الصالحين والأخيار استطاعوا أن يضعوا حفلاتهم ويقتصروا حتى ولو كان منهج لهم يتركون الزواجات في الليل لكفوا كثيرا من شرور الفتن التي تقع في الأفراح. أكثر المشاكل ما تقع إلا في السهر، وهذا السهر ضيع الأوقات وأفسد الأبناء والبنات وأحدث الفتن والمحن التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. ولذلك جعل الله الليل لباسا وجعل النهار معاشا، فتجد الشاب السوي القوي الذي لو أنفق عمره في طاعة الله أو في خير، لو حتى في عمل، لوجد خيرا كثيرا، تجده يضيع عمره عليه بالسهر، فيسهر إلى ساعات متأخرة من الليل، ثم يأتي والعياذ بالله ويرمي بجسده قبل فريضة الله عز وجل بعض الأحيان بثلث ساعة قبل صلاة الفجر،
ولربما بربع ساعة، وينام والعياذ بالله عن فريضة الله عز وجل، ثم لا يقوم إلا صلاة الظهر أو بعد صلاة الظهر أو على العصر، ثم لا تمضي ساعة أو ساعتين حتى يدخل في الليل، والله أعلم فيما سهر. كم سهر الإنسان مع الأصحاب، وكم جلس مع الأحباب. ما الذي جنى؟ ما الذي جنى من القيل والقال؟ ما الذي جنى من الترهات وإضاعة الأوقات؟ كفى ضياعا للعمر. الإنسان الصالح الموفق بمجرد أن يصلي صلاة العشاء يريح السفر الكرام البررة. كانت عائشة رضي الله عنها تبعث إلى جيرانها بعد صلاة العشاء: أريح السفرة الكرام البررة، يعني كفاكم ذنوبا بالنهار. فيحرص بعد العشاء أن يغلق باب داره، ثم يصلي ما كتب له إذا كان لا يستطيع أن يقوم آخر الليل، ثم يتفرغ لأولاده ويتفرغ لزوجه ويعطي زوجه حقها، ثم ينام قرير العين، وإذا استطاع أن يقوم السحر وآخر الليل قام وتهجد وسأل الله من واسع رحمته. فقيام الليل مصحة للأبدان وتجديد للإيمان وصلاح لحال الإنسان في كل زمان ومكان. قل أن تجد إنسانا يحافظ على قيام السحر إلا حفظه الله في دينه من الفتن، فيصبح وقلبه أقوى ما يكون إيمانا بالله عز وجل، لأنه لا يحافظ على قيام السحر إلا المخلصون، ولا يحافظ على قيام السحر إلا صفوة الله عز وجل من المحسنين، جعل الله وإياكم منهم بمنه وكرمه وأرحم الراحمين. فيصبح الإنسان وقد استفتح يومه وهو مشرق الوجه مستنير الوجه مستنير القلب، يقبل على ربه على طاعة الله عز وجل. أما أن يسهر في القيل والقال والترهات وإضاعة الأوقات، ولربما في أمور محرمة، ولربما في الغيبة، ولربما في مشاهدة أمور محرمة لا تجوز له، فما الذي يجريه؟ فنسأل الله العظيم لجارك الهداية والصلاح، وأن يهديه ويهدي عباده جميعا لكل خير ولكل طاعة وبر. أنصحك أن تنصح جارك وأن تذكره بالله عز وجل، وأن تأخذ بحجزه عن النار، وأن تقول له: إن قولك إن الأربع صلوات تغني عن هذه الصلاة الخامسة هيهات هيهات، تنفعك الصلوات الأربع ما لم يتقبلها الله، والله لا يتقبل إلا من المتقين. من الذي أطلع هذا الجار أن الصلوات الأربع مقبولة؟ ومن الذي أطلع أن الصلوات الأربع قد انتهى أمرها؟ هيهات هيهات. يقول ابن عمر: لو أعلم أن لي صلاة مقبولة لاتكلت. إن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. فعليك أن تذكر أن الأمور موقوفة على القبول، ولا قبول إلا بتقوى، ولا تقوى إلا بأداء الصلوات جميعا. إن الذي فرض عليك الظهر فرض عليك الفجر، إن الذي فرض عليك العصر فرض عليك الفجر، إن الذي فرض عليك المغرب فرض عليك الفجر، إن الذي فرض عليك العشاء فرض عليك الفجر، فما بالك تؤمن ببعض وتكفر ببعض؟ وما الذي جعل الأربع صلوات مقدمة على صلاة الفجر؟ حتى إن بعض العلماء يقول صلاة الفجر هي أفضل الصلوات لأنها الصلاة الوسطى، وهذا قول الإمام مالك وطائفة من العلماء، وإن كان الصحيح أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر لحديث الصحيحين، لكن الشاهد أن صلاة الفجر لا يستهين بها إلا مسكين. فذكر جارك بهذا وخذ بحجزه عن النار وتفقده، فلعله يحتاج منك إلى متابعة، ولعل الله أن ينجيه بك. نسأل الله العظيم أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. والله